يا مساء الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الرأسمالية. وندخل في الموضوع على طول عشان الموضوع فيه كلام كتير قوي ومش عايز اطول عليك، فيلا بينا. بداية كلامنا عن الموضوع هيكون هو ان ازاي اصلا بدأت الرأسمالية. الرأسمالية دخلت علينا في فترة قريبة جدا من بعد الثورة الصناعية ومن قبل الحربين العالميتين الأولى والتانية، علشان تعرفنا على منطلق جديد ومبدأ جديد ومتطور عن فكرة الاشتراكية. فلما نطور الاشتراكية تبقى هي الرأسمالية، ولما نطبق الاشتراكية ممكن برضو تبقى شيوعية أو ممكن تبقى تأخر ليها. فكل الكلام ده كان بيطرح وقتها. فاللي حصل هو التالي: من بعد الثورة الصناعية كان دايما عند الأوروبيين فكرة إن احنا عايزين نطور الفكر الاقتصادي والسياسي اللي ماشي في الدولة، فكانوا عايزين يطوروا من الفكر ده بإنهم يغيروا من شوية مبادئ بسيطة كده في الدولة لهدف التطور الأحسن، بدل ما احنا كل شويه بنلاحظ مشاكل اكتر ويطلع لنا ثورات اكتر وازمات اقتصاديه اكبر. الموضوع كله بدأ بفكره توماس مالثس. توماس مالثس هو عالم ألماني اتكلم عن موضوع مهم جدا وشقلب الكوكب كله سنة 1798. والموضوع هنا كان موضوع النمو. في عندنا نمو هندسي ونمو حسابي. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الهندسي هو زي البشر، ان انت بتلاقي الواحد جه منه 2 والاتنين جه منهم 4 والاربعة جه منهم 8 والتمانية جه منهم 16 وكذلك. لكن عندنا النمو الحسابي هو عكس ده، الواحد 2 3 4 5 6 وكذلك. هي الموضوع بسيط جدا مش بيتضبل زي فكرة النمو الهندسي. ممكن تكونوا سمعتوا عن الموضوع بشكل مختلف اكتر لو قلتها لكم بالانجلش، وان هو النمو الهندسي هو الجيومتريك جروث والنمو الحسابي هو الارثمتيك جروث. ممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده، ولكن الموضوع ده هو اللي شقلب الكوكب كله رأسا على عقب. ليه بقى؟ النظرية دي لما طلعت بين منها توماس مالثس ان هو دلوقتي الموضوع ما بقاش واقف على شوية سلع وشوية خدمات وان الناس لازم تساعد الحكومة والحكومة لازم تساعدها والكلام الجميل ده كله. هو بين ان في مشكلة حقيقية، احنا كبشر احنا بنزيد عددنا اكبر من العدد اللي بيزيد بيه المنتجات والسلع اللي احنا بناكلها وبنتغذى عليها. فبالمنظر ده هو كان شايف ان احنا الموت علينا هو شيء حتمي. وهنا هو كان قصده الموت من الجوع، مش فكرة الموت ان احنا عادي مع الوقت كلنا هنموت، لان دي حاجة احنا كلنا عارفينها. لكن هو كان بيتكلم عن ان احنا كلنا هنموت من الجوع في فترة ما، واحنا كبشر هننقرض ونفضل نقل ونزيد نقل ونزيد، كل شوية نزيد وبعدين ننزل. لان بالمنطق كده هو طالما ما فيش سلع تكفيك ان انت تتغذى عليها فانت مش هتتغذى فهتموت من الجوع. تمام. فعمل فكرة جميلة جدا وهو قال ان احنا محتاجين الانتاجية بتاعة الشعب تزيد. فازاي نزود الانتاجيه دي؟ فقرر ان هو يبقى في حاجه شبيهه للثوره الصناعيه، باننا نزود الانتاج ويبقى انتاج على مصانع وشيء كبير جدا علشان ننتج منتجات اكبر من عددنا بمراحل مهوله عشان تكفينا حتى لما عددنا يزيد ويبقى عندنا رفاهيه اصلا ان احنا ناكل بزياده. فمع الوقت كان بيحاول يخلي الناس تاكل اقل، بحيث ان هو يزود عليهم ضرائب، يزود عليهم التزامات، يزود عليهم شغل، يزود عليهم ضغوطات، فهم هياكلوا اقل وهيبقى تفكيرهم اقل في الاكل وهيبقى تفكيرهم اكتر في الانتاج والشغل. منها نطلع فلوس اكتر للدوله، نطلع منتجات اكتر للدوله، واحنا نفسنا ناكل اقل وناخد فلوس اقل. فالمعادله كلها على بعض متولفه علشان تفيد الدوله والانتاجيه والبشريه بالتبعيه. ولكن هي كان فيها شيء برضو شرير، وهي ان هي قلبت مع الوقت ان احنا نلغي مبدأ الاشتراكية ومبدأ الشيوعية ونلغي كل المبادئ دي ونبدأ منهج جديد وعصر جديد مع البشر اسمه الرأسمالية. طب ايه هي الرأسمالية؟ الرأسمالية هي بمنتهى البساطة ان انت كفرد انت اللي بتفيد نفسك، انت اللي بتأكل نفسك، انت اللي بتجيب فلوسك بنفسك، انت اللي بتعيش نفسك. انت لو ما تعبتش على نفسك انت هتعيش في الشارع، انت مش هتاكل، انت مش هتشرب، انت مش هتعيش. فالرأسمالية كانت فكرتها هي وبتتروج ليها بالذات من بعد الحرب العالمية التانية بفكرة ان هو دي الحرية.
مش كلكم عايزين حريه وديمقراطيه. وعلى فكره للمعلومه الرأسماليه كانت بتتروج ان هي الديمقراطيه الحقيقيه، فكان ساعتها الترويج بتاعها بفكره ان هو الرأسماليه هتخليك حر عن الدولة، حر عن العالم. انت ممكن تسافر اي حتة في اي مكان، تعمل تجارة دولية، تشتغل، تفتح مؤسسة لنفسك، تفتح شركة لنفسك، تشتري عربية، تشتري بيت، تعمل اي حاجة طالما انت هتتعب عليه. فكل الناس كانت شايفة ان الموضوع جميل جدا وهي تشتغل فيه وهتكافح جواه. ولكن هم ما كانوش فاهمين ان دي مجرد خطة سوداء من الحكومات وقتها، لان الهدف الحقيقي من الرأسمالية هو كان ان هو يخلي الاغنياء اغنى والفقراء افقر. وده انت ممكن تلاحظه بمنتهى البساطة لو رجعت شوية ناس ممكن يكونوا من عيلتك حتى على مدار الزمن، هم يا اما اغتنوا جدا يا اما افتقروا جدا، مفيش بينهم وسط، مفيش حد فضل على حاله. وده الطبيعي، انت لو ساهمت في الدولة بالشكل اللي الدولة عايزاه هم هيعلوك، ولكن لو ما ساهمتش بالشكل اللي هم عايزينه وحاولت تعيش في حالك انت هتنزل تحت. عشان كده قانون الرأسمالية جواه ناس محميين. مين بقى المحميين؟ عندنا ناس زي الناس المشتركين في الرياضة، الناس الممثلين، الناس المغنيين، كل الناس دي تحتسب ان هي جهات محمية من الدولة. وطبعا في جهات تانية على جنب زي المستثمرين والسياسيين واي حد ذو نفوذ عالية في الدولة او معاهم حصانة او معاهم فلوس كتير بالبلدي. فمن الشكل ده بدأنا نشوف التشكيل الهيكلي للرأسمالية. هي فكرتها ان هي تشيل عبء من على الدولة، لان خلوا بالكم الاشتراكية كانت عاملة عبء كبير قوي على الحكام والسياسيين. انا مضطر ادفع على البلد بتاعتي ملايين، بل مش بس ملايين، انت بتتكلم في مليارات ان لم يكن تريليونات. بس انا استخدمت مصطلح ملايين لان احنا بنتكلم في 100 و200 سنة، فملايين وقتها كانت زي التريليونات دلوقتي، لان مبدأ التضخم هو مش شغال عندنا بس بل في العالم كله. وده على فكرة واحد من أسس الرأسمالية، إن أنت كل ما تزود أسعار الناس هتشتري أقل والاستهلاك بتاعهم يبقى أقل. ومن هنا بتيجي مبدأ أصلا الغني بيغتني أكتر والفقير بيفتقر أكتر، لأن الغني هو اللي بيبيع والفقير هو اللي بيشتري. فلو جيت تولفها هتلاقيها يعني ميك سنس. فزي ما كنت بقول لكم الاشتراكية هي كانت بتعمل أزمة للناس، لأن الاشتراكية كانت بتعمل نوع من انواع العبء التقيل جدا على الدولة. انا ليه محتاج اصرف عليك كل ده؟ ليه مش محتاج ان انا ابص على نفسي واشوف انا اصرف ايه علشان اطور القطاعات الحكومية عندي وبتاع، بل انا مضطر اصرف عشان اجيب لك شغل، اجيب لك بيت، اجيب لك عربية، اجيب لك اكل، اجيب لك شرب. ليه اعمل كل ده؟ ليه اساعدك انت في كل ده؟ ما تساعد نفسك، ما انت بني ادم وعايش وعلى قيد الحياة وتقدر تعمل ده. وقتها اصلا انك تكون حاكم كان بيتشاف ان هو شيء سيء، انا عليا عبء ان انا اشيل هم الناس دي كلها. تمام. وطبعا هنا انا بتكلم في اللحظه الانتقاليه ما بين القرون الوسطى للعصر الحديث، اللي هي فتره 1800 1700 وما قبل الحرب العالميه الاولى. فلما تيجي تبص بقى على الرأسمالية وتطبيقها اتعمل ازاي، هتلاقي ان الرأسمالية اتطبقت بشكل بان هي تساعد ناس معينة وحكام معينين. وده ينقلنا للنقطة اللي بعدها وهي العقلية. يعني ايه العقلية؟ العقلية يعني الدولة نفسها والسياسيين بالأخص بيطبقوا سياسات معينة عشان يطبقوا عقلية معينة يسود بيها الشعب عشان خاطر يفيد ذوي النفوذ اللي قاعدين على الكرسي. فهتلاقي مثلا الدول المتقدمة بتمشي على مبدأ العقلية اللي بتغسل الدماغ، أو زي ما بنحب نسميها الأجندة، عكس الدول اللي ما تبقاش متقدمة أو دول نامية بيمشوا بعقلية انتشار الجهل. يعني لو أخدنا على سبيل المثال أمريكا وقلنا إن هي بلد متقدمة، هنلاقي إن هي بتوسع حتة الأجندة دي عندها في المدارس وفي الدراسات علشان يدخلوا حاجات معينة هي ملهاش دعوة بالتعليم ولا ليها دعوة بالسياسة ولا ليها دعوة بأي حاجة، بل كل هدفها الوحيد هي فايدة الحكام والنفوذ السياسية في الدولة. فلما يجي يحصل أي أزمة في الدولة هتلاقي الناس نفسهم هم طالعين بيثوروا بالشيء اللي هم اتعلموه وفاكرين إن هم مثقفين بيه علشان يقولوا للدولة تنفذوا. وساعتها الدولة هتقول أنا دولة ديمقراطية ومحتاجة أسمع كلام الشعب بتاعي، لكن فعليا هي دي حاجة الشعب مش بتاعته أصلا، هي دي حاجة السياسيين هم اللي أكلوها للشعب بالمعلقة وفكروهم إن هي بتاعتهم. لو أخدنا مثل بسيط عن الموضوع ده ممكن نتكلم عن فكرة أجندة الضرائب مثلا.
لما تيجي تقول مثلا ان المفروض وقت الازمات الدولة ترفع الضرائب، فانت لما تقعد تعلم الشعب كله الكلام ده هتلاقي ان وقت الازمات الشعب بيثور في امريكا علشان يجي يقول لهم ارفعوا الضرائب. فعموما الموضوع ده بالنسبة للحكام هو يعني زي ما بيقولوا كده ميوزك تو ماي ايرز، يعني مزيكا لودني، تمام؟ فهم هيقولوا لهم حاضر هنعللكم الضرايب، ولما يجي اي حد يسالهم ليه عملتوا كده هيقول لهم احنا بنمشي على طلبات الشعب لاننا دوله ديمقراطيه بنسمع كلام الشعب. فهي ده مبدا غسيل الدماغ. عندنا المبدا التاني وهو اللي بيمشي عليه الدول الناميه، فلو اخذنا على سبيل المثال دوله زيمبابوي مثلا، هنلاقي ان هم مثلا بيحاولوا يوسعوا وينشروا الجهل، والجهل طبعا بجميع انواعه، الجهل الطبي، الجهل التعليمي، الجهل السياسي، الجهل المالي، كل انواع الجهل، علشان خاطر لما تيجي تعمل اي قرار محدش يقدر يعترض عليك، لان اي حد هيجي يعترض عليك هتقول له انت مش فاهم، انت مش دارس علشان تتكلم. فبالمبدأ ده هتلاقي ان انت بتنول رضا الحكام، لان انت ما تقدرش تتكلم ولا تقدر تعترض لان انت مش فاهم اصلا ومش دارس ولا واعي بهذه الاسس العلمية. وفي الاخر عشان ما اطولش عليكم، في دايما بيكون طبقات ومراحل جديدة من كل جيل. فالجيل اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو جيلنا احنا كمواليد الالفينات، هنلاقي ان احنا جيلنا بدأ يبقى في حتة الوعي عن المواضيع دي زي ما انا بشرحها لكم دلوقتي، ودي حاجة مقصودة. السياسة ما فيهاش حاجة غير مقصودة، طول ما انت بتقول حاجات معينة دي حاجة مقصودة ان هي تتسرب لك وتبان لك بالشكل ده. فهم عايزين بس يكون في فئات من الشعب فاهمة الحاجات الألاعيب اللي بتتعمل دي، زي مثلا اللي انا بقوله لكم ده، مع ان على فكرة انا ما اعتبرش واحد فاهم، انا بس جاي لي الحاجات اللي هم عايزين يعرفوها لي. زي ما انتوا برضو هتلاقوا عندكم معلومات هي مش عندي، برضو دي مقصودة ان انتوا يبقى عندكم حاجات هي مش عندي، وناس تانية نفس الكلام وناس تانية نفس الكلام. لكن في الاول وفي الاخر عشان يبقى عندك معلومات اكتر لازم تكون ذو نفوذ اعلى. كل ما يبقى معاك فلوس اكتر، كل ما يبقى عندك معلومات اكتر، وكل ما يبقى ليك تأثير على القرارات اللي بتتاخد من السياسيين اكتر. ده القانون اللي بيمشي بيه دلوقتي العالم، وعشان كده بنسميه الرأسمالية. اللي معاه رأس مال اعلى هو اللي بيسيطر اكتر، وهو اللي رأيه بيتسمع احسن. ففي الاخر احب اقول بس مجرد ملحوظة، ان انا مش بلسن على دولة بالتحديد ولا بعترض على اي رأي من الاراء اللي انا قلتها دي، انا بس بحاول اشرح اللي انا فاهمه واقوله بطريقة مبسطة عشان اشرح لكم الموضوع بشكل افضل. في الاول وفي الاخر دي مجرد اراء ومجرد عقليات بنجربها عشان نشوف مين فيها اللي هينجح ومين اللي هيفشل، عشان نلاقي مستقبل احسن لينا ولاولادنا وللبشريه اجمع. وبس كده، انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو عجبتك الفكره من الفيديوهات دي ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، ولو عايز نتكلم عن اي مواضيع تانية يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات تقول لي عايز نتكلم عن انهي موضوع، وان شاء الله هبقى اعمل عنه حلقه. وسلام.